حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم. من فتره كده وتحديدا في مباراه النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا حصلت احداث شغب كلنا شفناها. من ضمن احداث الشغب دي كان تعدي حارس المرمى محمد الشناوي على الحكم محمود وفا، وبعديها على طول نزلت عقوبات الماتش، ونزل على محمد الشناوي عقوبه ايقاف 5 مباريات، والناس كلها استقلتهم وقتها. ولكن الجديد بقى يا صديقي واللي حصل امبارح ان لجنه التظلمات قبلت تظلم النادي الاهلي وحولت العقوبه من 5 مطوشه لماتشين بس. طب انا عندي تساؤل بس لجنه التظلمات او اتحاد الكوره او ايا كان مين صاحب القرار ده، الماتشين دول هم عقوبه الطرد المباشر اللي خده محمد الشناوي. طب بالنسبه بقى للزغروف اللي نزل على قفا الحكم ده، مفيش حد هيحاسب عليه. بس الناس في لجنه التظلمات كان عندها الرد. الناس قالت لك ان محمد الشناوي ما كانش يقصد يظرف الحكم على قفاه، ده هو يا جماعه بس كان بيمد ايده بيبعد عنه الناس، فالراجل رجع بظهره فلا مؤاخذه كده قفاه ضرب في ايد محمد الشناوي. يعني من الاخر كده طعنه حنجل كانت طعنه رقيقه. طب سيبنا بقى من الحوار ده واركنه على جنب وارجع بيك شويه لتاريخ 12 ابريل. كان في لعيب غلبان كده اسمه اسلام عبد النعيم بيلعب في نادي غلبان اسمه كهرباء الاسماعيليه. اسلام عبد النعيم يا صديقي كان خد طرد في مباراه كهرباء الاسماعيليه مع نادي بتروجيت، واتحاد الكره مشكورا طبق عليه عقوبه الطرد المباشر اللي هي ايقاف ماتشين و5000 جنيه غرامه. ولكن بيقول لك ايه بقى يا صديقي، بيقول لك ان الحكم كتب في التقرير بتاعه ان اللاعب تلفظ بالفاظ مش كويسه وهو طالع، فطبعا اتحاد الكره مشكورا غلظ العقوبه وخلاها 5 ماتشات ايقاف و35 الف جنيه غرامه. ووقتها نادي كهرباء الاسماعيليه عمل نفس اللي عمله النادي الاهلي، قدم تظلم، ولكن التظلم اترفض والعقوبه اتوقعت على اللاعب الغلبان اللي بيلعب في النادي الغلبان. وكل ده واللاعب عمل ايه؟ اللاعب ما عملش حاجه، ده الحكم كتب في تقريره انه تلفظ. فالناس ضربت بيد من حديد واديته 5 ماتشات ايقاف و35 الف جنيه غرامه. ولكن الكابتن محمد الشناوي اللي شمط الحكم بالقفا على مرأى ومسمع من الجميع بتتخفض عقوبته لماتشين بس، اللي هم اصلا عقوبه الطرد المباشر. انا واحد من الناس ما اتكلمتش في الموضوع في وقتها اللي هو امبارح، انا بحب استنى واتفرج على ردود الافعال عشان اعرف اتكلم. استنيت يا اخويا ردود افعال اخواتنا الاهلاويه على الموضوع ده، لقيت الرجاله بتقول لك ايه بقى، رجعت لنغمه انا البلد يا رفاعي. طب لا مؤاخذه، لما انت البلد يا رفاعي انت عرفنا ليه بقالك شهر ان انت المظلوم، انت التلفان، انت الخربان تلاشوني، وعرفنا انا ليا بلانتي وانا مظلوم وانا بيخسروني وانا بيعملوني، والكابتن علاء صادق طلع يقول لك انت المظلوم في مصر. انت مين في الاتنين؟ يعني انت المظلوم ولا الجاحد؟ انت الصعلوك ولا ابن الملوك؟ يعني انت لما تيجي تتكلم ان انت ليك ضربة جزاء بتدعي المظلومية وانا المظلوم وانا اللي البلد كلها جاية عليا، انما لما اجي اكلمك في ال6 نقط بتوع الانسحاب بتوع الموسم اللي فات اللي بقوا 3، ولا اجي اكلمك مثلا في حاجة زي بتاعت الشناوي دي تقول لي انا البلد يا رفاعي، انت كده مش البلد يا رفاعي، انت كده لا مؤاخذة تيجي تتزحلق على دراعي. انت بتلعب على كل لون يا باتيستا، انت عايز تبقى كل حاجة، انت البيضة وانت اللي سلقها وانت اللي قشرها وانت اللي اكلها، بتتلون زي الحرباية حسب لون الموقف اللي انت واقع فيه. وكل ده ليه؟ كل ده عشان تطلع من كل معاركك منتصر لوجهة نظرك او لعقليتك اللي مفيش زيها لا في مصر ولا في الوطن العربي ولا في افريقيا ولا في الكرة الارضية ولا في مجرة ضرب التبانة. عموما ده شيء مش جديد علينا، ده اتحاد الكرة بتاعنا ودي الناس اللي ماسكة الكرة في البلد. وبيتهيألي يعني الناس اللي عملت فضيحة الموسم اللي فات وال6 بونت اللي بقوا 3 بونت واهدوا اللقب للنادي الاهلي مش بعيد عليهم يعملوا اي حاجة. اما انت بقى مش كل يوم هفكرك تعمل فولو للبيج الجديدة سواء كنت على التيك توك او على الفيسبوك، وما تنساش اللايك والكومنت الجميل بتاعك، واشوف وشكوا على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.